بماذا يمكن أن نصف ما يجري على طرقنا من كوارث الموت المجاني؟ هذا سؤال يفرض نفسه بقوة كل يوم، ونحن نشاهد في كل ساعة عشرات الضحايا وهم يموتون على طرق وأرصفة الوطن في حوادث مرورية مروعة. ففي إحصائية سوداء تظهر الأرقام فيها أن عدد الحوادث تقدر بنحو 1400 حادث يوميا. وذكر موقع الجزيرة نت أن 30% من أسرة المستشفيات يشغلها ضحايا حوادث المرور، مع أن هناك 40,000 مصاب سنويا نتيجة الحوادث المرورية، وأن 80% من الإعاقات الحركية المسجلة هي نتيجة الحوادث المرورية. كما بيّنت بعض الإحصاءات أن معدل الوفيات في حوادث الطرق تبلغ 20 شخصا يوميا، أي شخص كل ساعة و20 دقيقة. هذه ليست حربا خاضتها السعودية لسنوات، وإنما حصيلة حوادث مرورية في عام واحد فقط. فمعدل الوفيات الناجم عن الحوادث المرورية في المملكة من أعلى المعدلات عالميا، كما في موقع أرقام، حيث يبلغ متوسط الوفيات 27 حالة لكل 100,000 شخص، مقارنة بالدول الأوروبية 9.3 حالة، أي بزيادة 17.7 حالة. ومن زاوية أخرى فإن الخسائر المادية في السنة الواحدة 13 مليار ريال، فلو استثمر هذا المبلغ لتم بناء 14 ملعبا تقريبا مثل ملعب الجوهرة في جدة على سبيل المثال. لكن المبادرات الإيجابية والتي تساهم في حل هذه المعضلة نراها تلوح في الأفق. فمثلا مبادرة شركة عبد اللطيف جميل لتعليم القيادة الواعية للصغار قرية سلام المرورية، وذلك لبناء جيل متقن ومدرك لهذه الأنظمة المرورية. وأيضا مبادرة الله يعطيك خيرها، وهي مبادرة من جمعية الأطفال المعوقين، والتي قدمها الإعلامي صلاح الغيدان بهدف الدعم الإعلامي المساهم في حل هذه المشكلة. الفرق التطوعية والتي تنشر الوعي بالسلامة المرورية في المجتمع لتحويل طرقنا وشوارعنا إلى بيئة آمنة من الحوادث، مثل فريق سفراء السلامة المرورية بالدمام، وفريق أصدقاء المرور بمكة المكرمة. الخير فينا بمبادرات شبابية متنوعة من شرائح المجتمع، فقد يكون هناك الكثير منها لم نشر إليها، فالأهم أن نؤمن بقدراتنا ونثق بأنفسنا لأننا نقدر. Ba-ba-da-da-b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 a